تعرفي بقى ان انت بشويه دقيق وفي الخلاط دي انت هتعمليه بدون بقى لا حله ضغط ولا حله بخار. والله ما عندي لا حله ضغط ولا حله بخار وعملته، ولو قلتلك ان هو زي الجاهز انت هتحكمي بنفسك ان هو احسن من الجاهز بكتير. تعالي بقى شوفي الجديد واحكمي انت بنفسك. في الاول انا معايا كيلو من الدقيق، وطبعا انت استخدمي اي كميه دقيق انت حباها، لان احنا مقاديرنا دقيق وميه وبس. تمام كده تمام. الدقيق اللي انا مستخدماه هو دقيق ايه؟ الدقيق ده يا جماعه نازل في كازون عليه عرض الكيلو ب 17 جنيه، فلقيته فجبته. تمام، يعني انا مش واقفه على نوع معين. بعد ما نخلت الدقيق طبعا مش عشان هو مغلف ان انا ما بنخلوش، لا بنخله. ضفت عليه ربع معلقه صغيره من الملح، عليه كمان نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وبعدين سبت الدقيق على جنب. معايا هنا كوبايه ونص من الميه. ده معايا البخاخ ده اصلا انا محضراه او اللي هو مخصصاه للمطبخ. نزلت في البخاخه بكوبايه ونص من الميه، وبجيب الدقيق في طبق يكون واسع، ومعايا معلقه كمان معلقه مطبخ عاديه. ايد بتبخ والايد التانية بتقلب بالمعلقه زي ما انتوا شايفين، لغايه بقى ما وش الدقيق كله يتبلل معايا بالطريقه دي. وبعدين اقلب تاني. طبعا في ناس بتنزل بالميه بايديها، بس الطريقه دي لو انت حتى بتعمليه لاول مره، والله اضمن لك ان هو هيبقى ناجح واحسن من الجاز، مفيش وجه مقارنه خالص. ليه؟ لان انت بالطريقه دي بتوزعي الميه كويس قوي وما يحصلش معاكي اي تكتلات. طبعا من وقت للتاني بلمس العجينه عشان اشوف العجينه ميتها بقت مظبوطه ولا ايه. طب انا بعرف ان انا ميتها مظبوطه لما امسك جزء من الدقيق كده والاقيه عامل معايا بيتمسك معايا زي الرمله كده، ما بتكون ماسكه في بعضها ومتبلله، يبقى انا كده الميه بتاعتي بقت مظبوطه. لقيته لسه محتاج ميه، بكمل بخ بالشكل ده. ولو انت هتستخدمي كيلو دقيق فالكوبايه ونص من الميه هتبقى مظبوطه، مش هتحتاجي اي حاجه ولا هيتبقى منك حاجه كمان. بعد كده باخده بعد خلاص ما بللت كويس قوي، ولقيته عامل زي حبه الرمل كده وبيتمسك في ايدي، باخده كده بقى في شفشق الخلاط زي ما انتم شايفين. وببدا ان انا اشغل الخلاط عليه. طبعا الخلاط بيشتغل حوالين السكينه، ببدا ان انا اقلب زي ما انتم شفتوني. بنعمل بقى كل الكميه بنفس الطريقه. طب انا بقى عندي اللي هو الشفشه او اللي هو الجزء بتاع اللي هو المطحنه بتاعه الخلاط، مفيش مشكله خالص، هستخدمها ويكون احسن واوفر لي كمان. الناس اللي عندها كمان كبه كمان جميله جدا، بس انا حبيت ان انا اعمل النهارده في الخلاط، لان مش كل الناس عندها كبه بس كل الناس عندها خلاط. تخلصي بقى كل الكميه بنفس الطريقه وهتطلع معاكي كلها واحده، ولا غربال بقى ولا تعب ولا نعمل مرة واتنين وتلاتة، لا دي هتطلع معاكي ممتازة ما شاء الله من أول مرة. والنتيجة قدامكم. هي خلصت بقى كل الكمية، هنسوي في ايه واحنا ما عندناش حلة بخار؟ أي حلة موجودة عندك بس يكون مناسب لها. مصفى، انا مستخدمه المصفى الالومنيا العاديه خالص الموجوده في كل البيوت. تلكين الحله ميه وبرفعهم على النار عشان يبدا ان الميه تغلي معايا. ومعايا هنا المصفى فيها قماشه قطن، انا اصلا مخصصاها للكسكسي. تمام كده. بنزل بقى بالكسكسي وببدا ان انا اقفل القماشه كويس بالطريقه دي، وعلى طول على الحله اللي فيها ميه بتغلي عليها بقى غطا حابك معايا كويس قوي، مده نص ساعه او ساعه ل10 دقايق بالظبط. تمام كده. وببدا بقى ان انا اخد الكسكسي عشان ارده. في ناس في الوقت ده بتستخدم حليب او لبن زي ما بنقول عليه في مصر. انا بقى الصراحه بستخدم في كل الخطوات ميه. ليه؟ علشان انا بعمل الكيلو ده كتير عليا، بدخله بقى الفريزر. فلو انت هتسيبيه بقى في الفريزر تتفرزي منه، لا اللبن هيبقى يعمل رده كده معاكي في الكسكسي، انما الميه بتديله طعم ممتاز جدا. ولو انت حابه بقى بعد كده تضيفي لبن ضيفي. برجعه تاني بعد ما رديته بالميه عملته كويس قوي بايدي، برجعه تاني في المصفى، ياخد معايا كمان تلت ساعة. يعني في الأول نص ساعة الساعة ساعة إلا تلت، ساعة نص ساعة و10 دقايق، وبعدين تلت ساعة. وبعد كده باخده هو لسه سخن، أضيف عليه بقى معلقة من السمنة البلدي، معلقة من الزبدة البلدي، أي نوع سمنة عندك ضيفيه. المهم إن أنا ببدأ إن أنا أغلفه بالسمنة أو الزبدة بالشكل ده على حسب المتوفر عندكم، لغاية ما يجي معانا شايفين تحفة. بصوا ما شاء الله بيدوب في البق دوبان كده. اظن بعد المنظر القمر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، عايزه كل التعليقات تقولي تسلم ايدك، هتاكلي وتوفري وتوزعي على حبايبك وكمان تخزني في الفريزر.